هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. الدكتور محمد البرادعي الحقيقة في كلمة مهمة يعني شديدة الأهمية في الحقيقة في وجهة نظره على الدستور، قال كلام يتعلق بالآتي، وأنا هطلب من الأستاذ عصام سلطان أن يستعد للتعقيب على ده. أولا الدكتور البرادعي بيدعو إلى استمرار العمل بدستور 71، وهو كلام قد يكون منطقيا في حالة الانقسام الشديد اللي موجودة في مصر للدرجة دي. فلماذا لم يكن من الأولى عليكم الحفاظ على التوافق الوطني والوفاق مع شركاء الثورة باعتماد دستور 71 وتأجيل التصويت على الاستفتاء إلى وقت لاحق حتى لا نتعرض لكل هذا الانقسام؟ هذا أولا. ثانيا الدكتور البرادعي له وجهة نظر في مسألة التصويت، فهو قال الدستور الفرنسي اللي أشير إلى التصويت عليه بأغلبية 53% ده دستور سقط لأنه لم يحقق الاستقرار، وأعيد التصويت مرة أخرى عام 1958 ومرة الدستور بأغلبية 83% فحقق الاستقرار البلاد. هسيب حضرتكم تردوا. احنا هنا هنسمع الكلام ده وهنسمع الكلام ده. أيضا سندخل في مشاكل بسبب وضع علاقة ملتبسة بين الأزهر والقضاء في هذا الدستور، فقد تم إدخالنا في مشاكل نحن في غنى عنها ونحن على وشك الإفلاس، ولو أكملنا 3 أشهر لن نكمل 4 أشهر. واليوم حتى صندوق النقد الدولي أعلن في ظل الوضع الغير مستقر في مصر تأجيل القرض. البرادعي أيضا قال أن من صنعوا الدستور ليسوا ذوي خبرة وأنه خرج بدون فكرة ولا هدف، ووجه السؤال للدكتور محمد مرسي في كلمة له لماذا لم يعطي المواطن فرصة لمعرفة هذا الدستور واستعجل لطرحه للاستفتاء؟ قدام حضرتك 3 دقائق زي نفس المدة اللي أنا خدتها في القراءة. شكرا. أنا هزود كمان أن الدكتور البرادعي قال صوتوا بلا على الدستور عشان الشريعة الإسلامية، ولا أدري ما العلاقة بين لا وبين الشريعة الإسلامية إلا إذا دريت ما هي العلاقة ما بين صوتوا بلا عشان علاقة الأزهر بالقضاء أو الأزهر والقضاء اللي قالها دلوقتي. فدي أرجو الرد، ما لا يطال الأشخاص يطال أفكار، لأنهم مدعوين، من المفروض أنهم مدعوين، وبالتالي لا نزيد كلمة على اللي أنا قلتها لأن أنا قلت اللي أنا متأكد منه رجاء. وانا باكد ان برضو الدكتور برادعي قال صوتوا بلا عشان الشريعه الاسلاميه، ودي موجوده ودي معلنه، دي معلنه وموجوده ولسه سامعينها دلوقتي حالا، لسه سامعينها حالا قبل ما ندخل هنا. مش في النص اللي معانا، مش في النص اللي معانا. طب ممكن استاذنكم ترجعوا لاي وسيله اعلاميه نشرت من امبارح للنهارده بعد اذنكم يعني. يصوروا او يوضحوا لي حاجه او يكتبوا حاجه او يكتبوا سؤال، ارجو ان هم يبعتوا ورق وهنعرفه. فيما يتعلق بدستور 71 هو ده السؤال الأهم. فعلا الدكتور برادعي قال العمل بدستور، بيدعو إلى العمل بدستور 71، وليس الدكتور برادعي فقط ولكن معظم قادة جبهة الإنقاذ. أنا عايز أقول لكم إن دستور 71 أهو قدامي أهو في عدد من المواد مهمة جدا. مادة 74 85 108 136 141 144 146. مجموع هذه المواد يجعل من رئيس الجمهورية إله. المادة 74 للدكتور البرادعي عايز يطبقها على مصر بعد الثورة لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد كذا كذا أو كذا أو يعوق المؤسسات، إنه يعلن حالة الطوارئ وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ياخد رأيهم بس. المادة 85 بسرعة. المادة 85 كلام عام في حالة محاكمة رئيس الجمهورية إذا أخطأ. احنا عندنا في الدستور مشروع الدستور المطروح على المواطنين تشكيل كامل لمحاكمة رئيس الجمهورية من أول رئيس المحكمة اللي هو رئيس محكمة النقض لغاية الاتهام والادعاء اللي بيبقى النائب العام. المادة 108 ده الظهير الدستوري بيسموها زي ما قال المستشار نور لقانون الطوارئ، ليه الدكتور البرادعي عايز يشتغل بيها.
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية، الضرورة اللي هو يقدرها، وفي الأحوال الاستثنائية، وبناء على تفويض من مجلس الشعب. ما عادش عندنا في الدستور بتاعنا حاجة اسمها تفويض من مجلس الشعب، وما عادش حاجة اسمها هو اللي يشوف حالة الضرورة، وما عادش حاجة اسمها هو اللي يقدر. المادة 136 بتتكلم على حق مطلق لرئيس الجمهورية، دستور 71 اللي الدكتور البرادعي عايز يرجع ليه، بتقول المادة 136 لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب. ما عندناش حاجة اسمها في الدستور بتاعنا حل مجلس الشعب، واذا حصل خلاف بينه وبين مجلس الشعب والجماهير راحت قالت لا هو يستقيل، رئيس الجمهورية يستقيل. المادة 141 اخر دقيقة، المادة 141 بتدي في دستور 71 اللي عايزه الدكتور البرادعي، بتدي حق مطلق لرئيس الجمهورية انه يشكل الوزارة بالطريقة اللي هو عايزها ويقيلها بالطريقة اللي هو عايزها. الدستور بتاعنا بتاع المصريين اللي هيصوتوا عليه بكرة بيقول رئيس الجمهورية ملوش الحق ده، لازم يعرض الوزارة وبرنامجها ياخد موافقة مجلس النواب، وملوش حق ان هو يقيل الوزارة. اللي يسحب الثقة هو الشعب عن طريق نوابه. شكرا جزيلا. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت 4 مثل الوسيط ولكن مجانا.